كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مرحبا بكم إخوتي في الإنسانية بكل الحب، أحبكم وأحييكم، ونحن على موعد بلقاء مع معرفة الحق، مع معرفة الحق بالعقل بالعلم، لأن العلم محايد وهو الشاهد الثقة الذي يقبل لدى العقلاء جميعا. للعقل دعنا نحتكم بحياد، متقبلين الحق دون عناد. أما انحيازك للصواب فإنه عنوان فهم وافر ورشاد. فاسمع لصوت العقل فيك وعندها تلقى الحقائق تنجلي وتنادي. جمع القرآن الكريم بين معنيين، معنى السببية ومعنى الشرطية. القرآن الكريم يقوم على الإيجاز، كيف يعطف المجزوم على منصوب. في قواعد اللغة الكلام له وجهان. رحلتنا مع الذين توهموا وجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم، وفي الحقيقة هذه شبه تعود لقلة الزاد اللغوي، كما أنبه دائما لقلة المعرفة بقواعد النحو، بقواعد البيان، بقواعد البلاغة. وإلا فقد نزل القرآن الكريم على أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، ولو ظهر لهم شيء أو استدركوا شيئا من الأشياء لملأوا الدنيا طنينا وجلبة وغلبة. كيف وقد تحداهم القرآن؟ هذه واحدة. الأمر الثاني من الآيات التي استشهدوا بها آية سورة المنافقون رقم 10. تعالوا نستمع إلى هذه الآية. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. استمعنا لقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. موضع الشبهة عندهم والزعم أن ربنا قال فأصدق، هذا الفعل منصوب بفاء السببية، لكن الفعل الذي عطف عليه جاء مجزوما وأكن. يسألون كيف يعطف المجزوم على منصوب؟ إزاي؟ لا تعجب، تعال إلى بيان اللغة. في قواعد اللغة هنالك ما يعرف بالعطف على المحل. يعني إيه على المحل؟ يعني على التقدير. إن أخرتني يا رب أصدق وأكن من الصالحين. يعني الكلام له وجهان: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هذا بيان. والبيان الثاني: إن أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، بدون فاء، أصدق وأكن من الصالحين. لكن القرآن ما قالش كده. انتوا بتقولوا كده ليه؟ نقول له لأن القرآن الكريم يقوم على الإيجاز.
جمع القرآن الكريم بين معنيين: معنى السببية ومعنى الشرطية. معنى السببية وهو الظاهر في الآية: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي بسبب ذلك أتصدق وأكن من المخلصين الصالحين. بسبب ذلك. والعطف على المحل الذي جاء وأكن وجاء مجزوما يفيد معنى الشرطية، أي إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين. وجمع القرآن بينهما في هذا الإيجاز وبهذا العطف الذي يسمى في قواعد اللغة بالعطف على المحل، وتقديره كما بينت لك. إذن القرآن الكريم يجمع هنا بين معنيين نحويين في غاية الأهمية، حتى يكون التعبير عن معاني عظيمة بليغة في سياق كله إيجاز. فجمع بين معنى السببية فأصدق، أي بسبب ذلك، بسبب أن تؤخرني أتصدق وأكن من الصالحين. ومعنى الشرطية يعني إيه؟ هو بيشترط على الله؟ لا، معناها عهد علي يا رب، شرط علي يا رب، إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين. فانظر كيف جمع القرآن في هذا الإيجاز بين هذين المعنيين، معنى السببية ومعنى الشرطية التي هي بمثابة عهد على هذا الإنسان. وده معناه إيه؟ معناه يبين ربنا سبحانه وتعالى يعني أن الإنسان حين يأتي ساعة الاحتضار، ساعة الموت، يريد ويتمنى أن يعود وتعود إليه الفرصة بكل سبيل. لا يكفي فقط أن يعبر بالسببية، لا يكفي فقط أن يعبر بالشرطية، لكن يجمع القرآن بينهما ليبين شدة ما آل إليه عند الموت وشدة التمني لعودة الفرصة إليه كي يعود ليعمل صالحا ليصدق ليكون من الصالحين. فجمع القرآن بين السببية وبين الشرطية لبيان شدة ما هو فيه عند الموت من أن تتاح له الفرصة مرة أخرى. هذا كلام الحكيم، وكلام الحكيم كله حكمة. كتاب حكيم أحكمت آياته، نعم، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم، لا ريب فيه، نعم، هو القرآن سبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. شكرا لكم. إن في ذلك لذكرى